السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض طاجن السبانخ بالفراخ بالطشه. اول حاجه، انا غسلت الفراخ ونضفتها كويس جدا، وهبتدي ان انا هسلقها في بصل وطماطم وجزر وفلفل اخضر وملح وفلفل اسود. آه، دي هي ميه السلق، فيها الملح والفلفل الاسود والجزر والفلفل والطماطم والبصل. هتغلي، هبتدي ان انا احط الفراخ واسلقها. هبتدي بقى احضر الصلصة بتاعة السبانخ. اول حاجة نزلت بمعلقة سمنة كبيرة، وبعد كده قطعت البصل عشوائي، مش شرط يعني ان احنا نقطعه صغير. هو كده كده مش هيظهر في السبانخ. بس انا بحب احط في الصلصة بتاعة السبانخ البصل وبعدين احط الثوم. هبتدي بقى انزل بالثومة، وبعد الثومة طبعا الكزبرة الناشفة. والسبانخ انا جبتها غسلتها كويس جدا، وبعد ما غسلتها قطعتها وحضرت مية سخنة، وابتديت ان انا احطها فيها مية مغلية يعني. احطها فيها مجرد انها تدبل بس، وبعدين طلعتها حطيت عليها مية ساقعة، وحطيت عليها يعني حطيت على كيلو السبانخ ربطة كزبرة خضراء، بتديها طعم تحفة بصراحة. هنا بقى ابتديت احط الكزبرة الناشفة معاها الملح والفلفل الاسود والكمون، وهبتدي ان انا اقلب وانزل بصلصة الطماطم. هيتسبكوا مع بعض. زودتهم كوبايتين شوربة من شوربة ال ال الفراخ، وهبتدي احط عليهم السبانخ. انا هنا حطيت معلقة رز. طبعا في ناس بتحط معلقة رز، في ناس بتحط حمص المجروش اللي هو بتاع الطبيخ، طبعا زي ما انت عايزة. وحطيت معلقة سكر علشان تعادل الحموضة بتاعة الصلصة. يبقى البصل وبعدين الثوم الكزبرة الناشفة ملح وفلفل اسود وكمون، وبعدين نزلت بالصلصة، وبعدين نزلت بمعلقة سكر. طبعا احنا قلنا السبانخ انا غسلتها، وبعد ما غسلتها حطيتها في مية مغلية مجرد انها تدبل. طلعتها هي والكزبرة الخضراء قطعتهم مع بعض، طلعتها وحطيت عليها مية ساقعة. وهنا الصلصة بعد ما اتسبكت حطيت عليها كوبايتين شوربة من شوربة الفراخ، وهبتدي انزل عليهم بالسبانخ غلوتين بس، وهقفل عليها وابتدي ان انا ارصها في الطاجن مع الفراخ، على اساس ان هي كده كده هتكمل سواها في الفرن. طبعا شغلت الفرن على درجة حرارة 200 من تحت. حطيت دلوقتي السبانخ في الطاجن. ده طاجن على شكل صينية. حطيت السبانخ بالصلصة بتاعتها في الطاجن، وهبتدي ان انا ارص الفراخ، وبعدين ادخلها الفرن على درجة حرارة 200 من تحت. ما بتاخدش تلت ساعة، مجرد بس ما الصلصة تبتدي ان هي تتقل معانا شوية. هبتدي ان انا اقفل عليها واحضر لها الطشة بتاعتها، اللي هي معلقة سمنة كبيرة عليها تومية وعليها معلقة كزبرة ناشفة. هي كده خلاص خرجت من الفرن. حضرت لها الطشة، معلقة سمنة كبيرة، حطيت عليها التومة، نزلت عليها بمعلقة كزبرة ناشفة. هحطها على الوش. وطبعا السبانخ ممكن ناكلها بقى بالعيش، ناكلها مع الرز. ما تستغربوهاش بجد بالفراخ، لكن طعمها بجد حكاية. اتمنى بجد تجربوها واعرف رأيكم فيها. تحفة بجد.